بجد هيكون فايتك كتير جدا لو معرفتش المعلومات ديت في حفظ الكلمات بتاعة اللغة الإنجليزية، هتساعدك كتير قوي. تابع معايا. ممكن نحفظ الكلمات من خلال نفس الكلمة وأزود عليها بعض الحروف، زي مثلا كلمة crab crabby crab سلطعون، وكلمة crabby معناها منزعج. طيب ايه تاني يا مستر؟ عندك كلمة زي كلمة water، هيبقى water اللي هي ماء، watery اللي هو معناها ضعيف التركيز. برضو في عندنا كلمة تانية زي كلمة ray اللي هي معناها شعاع، ممكن ازود حرف التي وتبقى tray يعني صينية. ray tray. في عندي كلمة تانية اسمها duck اللي هي معناها بطة، وممكن نقول عليها ducky اللي هي معناها لطيف، يبقى duck ducky duck ducky. وممكن عندنا كمان كلمة تانية زي كلمة rib اللي هي معناها يمزق أو يقطع، حط حرف الدي هتبقى drip اللي هي قطرة أو يقطر أو بينقط. rib drip. في عندي تاني كلمة اسمها tan اللي هي معناها أسمر، وعندي لو زودت عليها حرف الكي في النهاية هتبقى اسمها تانك يعني دبابة. تان تانك. لو تعرف المعلومات دي من قبل كده يا ريت تدوس لايك، ولو ما تعرفش يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتعمل شير عشان الفايدة تعم الجميع والفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.